يا صباح النور، يا صباح الخير وصباح العسل مجموعتي العسل. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تمام صحتكم وعافيتكم. جيت نشارك معكم فطور من قلب البادية. كيف ما كتلاحظوا كاين هناك السمن، كاين هناك الزيت، كاين هناك الخبز بالزرع، كل شيء طبيعي فتبارك الرحمن. هنايا كنطيبوا الرز مع الصباح بالحليب. كيكون ضروري لابد لمن الفطور فما شاء الله الروز بالحليب كيكون على هاد الشكل خاتر. من بعد ما كيتناولوا الفطور كيجيبوا طبق ديال الارز ولا الشعريه بالحليب ولا لسان الطير ولا بركوش بالحليب، ولا المهم لابد من شي بالحليب عقب الفطور. كنطرحوه حبيباتي، كيطرح على هاد الشكل كيجي خاتر معلك، كيقدموه مع الزيت ولا الزبده ولا العسل حبيباتي. وهنايا من بعد ما فطرنا مشينا لمينا هاد المسائل ديال الفران باش غادي نطيبوا الخبز في النور على برا في الباديه. كيف ما كتلاحظوا هنا هذا الفران، هادو المسائل ديال اللي كيقفلوا بها على الخبز. هنا الفران راهو قدا، المهم كيف ما كتلاحظوا رشينا بشوي الماء، واخا الجو راهو حار كاين الحراره فتبارك الرحمن. هادو المسائل اللي كيوضعوا عليهم الخبز باش كيطيب داخل الفرن. هنايا كنحاول نقربكم ونعطيكم واحد الصورة على البادية والجمالية ديالها والطبيعة ديال الأكل ديالها. هنا واحد البطات هنايا كيف ما كتلاحظوا راني قبضتهم، كاين الكرموس، كاين الزيتون، كاين ياسر من المسائل فتبارك الرحمن. الطبيعة وجمالها، كاين الزيتون لكن خاصو الشتا نقولوا عن خاصو الماء، ما بقاش كيتسمر بزاف، ما بقاش كيعطي الكميه ديال الزيت، ما بقاش كيعطي داك الزيتون الغليظ زين. كامل كيضيع. هنايا قبضت لكم الطاووس موجود فتبارك الرحمن في الباديه. كيف ما كتشوفوا الطاووس كاين هنايا. درت لكم جولة وبغيتكم تكتشفوا جو البادية، الأكل ديالها، الأطباق ديالها، التقاليد. هنايا كاين ديال الماء، هذه كيسقي منها العالم كامل اللي كاين هنا في البادية كيجي ياخذ الماء. كيتباع بحال الليترو كيحسبوه بدرهم تقريبا ولا نص درهم الليترو هنايا. فاش كتجي داك سميتو كيتعاونوا كيخلصوه مجموعين كاع الناس اللي كتسقي من هنايا كتاخذ الماء. وهنايا حبيباتي راني شديت لكم هاد الطاووس والزيتون والمكان فين حنا متواجدين حبيباتي. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. هاد الطاووس ما بغاش يتقبض ليا، بغيت نشدو، بغيت يكون فاتح داك الريشات ديالو الجماليه ديالهم، ما تقبض لياش حبيباتي. او هنايا نوري لكم الكرموس، راهو بحرا كينوض هنايا في الكرام، بحرا بدا كينبت، بحرا بدا كيعطي داك سميتو ديالو الكرموس الباكور الاول ديالو حبيباتي. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم وتاخذوا افكار على الباديه وكيفاش كيكونوا اختلاف في التقاليد وفي العادات. هنا راهو قدا الفرن، راهو يعني اصبح جاهز باش غادي نديرو فيه الخبز ديالنا. من بعد ما تخمرات العجينه كنجيبوها كنوضعوها في هذوك الطويصات اللي كيكونوا ديال الصباغه، كيحتفظوا بهم هكا يديروا فيهم الخبز باش يطيب لهم في هذا الفرن ديال التراب حبيباتي. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو فيه واحد الطاقة إيجابية ديال البادية. هنا من بعد ما وضعنا الخبز ديالنا في دوك الويطات ديالو، وضعناه في الفرن، غادي نسدو عليه الفرن وغادي نخليوه واحد المدة حتى كينضج داك الخبز وكيطيب، كيتحمر من التحت ومن الفوق. وهنايا حبيباتي كنشوفوا الخبز ديالنا اصبح جاهز محمر. قرصناه بالبولة الزرع ديك الرقيقة، جافة ما شاء الله، واحد الخبز محمر فتبارك الرحمن. هنا كنقلبوه باش كياخد اللون من الجهة الثانية. هنا من بعد ما طاب الخبز رانا خرجناه من الفران فتبارك الرحمن كيف ما كتلاحظوا جا رائع. وهنايا مشينا من بعد ما اخ ديالي ذبح لينا واحد الحولي تبارك الله فما شاء الله جا
سمين داك الشي ديالو الكبدة ديالو فتبارك الرحمن جا ما شاء الله. درنا هنايا القتبان بالبصلة رقدناهم فتبارك الرحمن. هنا داك الراس وداك الكرعين شوطناهم فتبارك الرحمن. جو البادية زين. هنا درنا التقلية بالكرشة ودرنا مارو واللحم على الضلوع ديال الحولية اللي قلت لكم ذبحنا. فتبارك الرحمن هذا الافدان ديالها فتبارك الله. وهنايا غادي ناخذوا هذا الشواء ديالنا وغادي نديروه ان شاء الله في القطيبات ديالو. وانا كنقول لكم جو الباديه لا يعلى عليه حبيباتي. الاكل طبيعي متنوع، الكرم والجود ديال الناس الباديه فما شاء الله.